السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، هانيين مهنيين، كلشي مزيان. نتمنىكم كامله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنقول البنات القدام والبنات الجداد والبنات اللي كيديروا كومنتيرات والبنات اللي كيديروا لايكات والبنات اللي كيتفرجوا في الفيديو من الاول حتى للتالي، مرحبا بكم وشكرا لكم وشكرا بزاف بزاف. وكنزيد نقول لكم عواشركم مبروكه كاملينكم اخواتاتي. الله يدخل علينا ان شاء الله يا ربي هذا الشهر المبارك بالصحه والهنا وراحه البال وبالتيسير وبالرزق وبكل ما هي حاجه تمنيتوها نتوما ولا حنا ولا جميع المسلمين يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم على الثمن ديال العقاد. طلب لواحد المتتبعه قالت لي بشحال كتخدمي العقاد. قلت لها ردي البال الفيديو الجاي راني غادي نقول لك بشحال كنخدمهم. ان شاء الله اليوم غادي نقول لكم العقيدات اللي كلهم كنخدم بهم، العقيدات اللي الثمن باش كنخدم وباش كنت كنخدم انا ديك الساعات في هذا الفيديو هذا. المهم غادي نبدا لكم من هذيك العقيده الصغيره، الجاكره صغيره، حتى العقده الكبيره، يعني بشحال كنخدم انا بالنسبه لي انا وبالنسبه لهاد المدينه فاش كاينه انا. وانتوما غادي كما كنقول لكم دائما نتوما غادي تشوفوا على حساب كل وحده والمدينه فاش كاينه، وعلى حساب كل وحده والرواج المدينه ديالها. كاينه المدينه اللي كتكون طالع فيها الرواج، طالع فيها الخياطه، طالع فيها هادشي تقليدي كيكون الثمن زوين. كاينه واحد المدينه كتكون صغيره وما كيخيطوش فيها الناس بزاف غير كيشريو، كيكون فيها الثمن قليل. بالنسبه بحال هاد المدينه فاش كاينه انا راه قلال فيها المعلمات ديال هاد الصنعه التقليديه، قلال بزاف كاع. حتى بالنسبه دوك الحزومه اللي كيبغوهم فيهم كيكونوا فيهم القفيلات ودوك الاشكال راه كيدفعوهم لمدينه واحده اخرى. غير انا كنت متعلمه من الصغر ديالي وداكشي في واحد المدينه واحده اخرى. كنفهم شويه في هذا بعض الاشكال ماشي كل شيء. كندير كنخدم يعني هاد الشكيلات. المهم غادي نبداو في الثمن. بالنسبه لهاد العقيده الصغيره، هاد الجاكاره الصغيره 3 ريال. كنهضر دائما على المدينه فاش انا. وبالنسبه لهاد العقده الكبيره او الجاكاره الكبيره راه حتى الخيط ديالها راه غليظ، ماشي بحال هذا. ها نتوما شفتوا هذاك غليظ على هذا، يعني هذا طرسان غليظ وهذاك طرسان رقيق. بالنسبه هاد العقده القريه الكبيره 4 ريال. فهمتوا البنات؟ 4 ريال. باش كنت كنخدم انا في واحد المدينه واحده اخرى وباش كاينه هنا. بالنسبه لي لا بديت كنخدمهم غادي نخدمهم بهذاك الثمن. حيت البنات كما كنقول لكم كل وحده غتشوف على حساب المدينه ديالها، وكل وحده غتشوف بشحال تفاهمت مع الخياطه من عنداش كتشد هذا العقاد. هاد الصغار بعدا راهم اصلا معروفين ب3 ريال. هاد الصغير كرونين هادو راه غير في التصويره كتبان لكم كبيره. بالنسبه لعاود تاني هاد العقده اللي كتكون عليها الورده، اولا كنا حنا كنقولوا الورده اولا دوزين، كتكون ب6 ريال. كنخدمها ب6 ريال. هذه اللي كتكون جاكاره، يعني الجاكاره هي الاولى ودرنا فوق هذيك الوريضه 6 ريال. وانتي تاني غادي تشوفي على حسب المدينه فاش كاينه انتي. تقدر تكون واحد المدينه طالعه فيها كما قلت لكم الخياطه او وحده هابطه. بالنسبه لهذه اللي حطيت معكم واحد الفيديو على هاد على هاد العقاد ديال الفرفاره. انا راه مازال ما عمرني ما خدمتهم، ولكن راه فيهم شويه الخدمه. فيهم 3 المراحل. المرحله الاولى هي الجاكره الاولى، والمرحله الثانيه هي الورده، والمرحله الثالثه هي الفرفاره اللي كنزوقوها بلون واحد اخر فوق الفرفاره. بالنسبه لهذه 10 ريال. انا عطيتها 10 ريال، اما راه مازال ما خدمتها. عاد اليوم اللي مشيت خديت شي تويبات لبنتي باش نخدم لها البيسه ان شاء الله للعيد الى حيانا الله. سولت مول الصابره قلت لها واش كتدفع العقاد الفرفره؟ قال لي انا كاع ما عرفتهم.
هادشي باش كنقول لكم حنا المدينه ديالنا راه صغيره. قال لي جيب لي الشانطيو ونشوف، وحتى ندير ان شاء الله الشانطيو. والا بديت كنشدهم غادي نحسبهم ب10 ريال، حيت البنات انا ما نعرفش نكذب، باش نقول لكم نكون صريحه معكم. كنعرفش انا نكذب غير باش تشوفوا ليا الفيديو ولا. كنقول لكم داك الثمن باش كنخدم وداك الثمن اللي كيكون مسلكني، فهمتوا؟ حيت راه ما يمكنش يعطيك مثلا نقول لكم درهم. المهم بلاتي حتى نهضروا على هذه. وبالنسبه لهذه درهم، فهمتوا البنات؟ هذه درهم باش كنت كنخدمهم. وباقي ما وريتهمش الخياطه هنا في هذه المدينه هذه، مازال ما وريتهمش ليهم. انا ديك الساعات اللي كنت في واحد المدينه واحده اخرى كنت كنخدمهم بدرهم. ولكن غير باش نقول لكم واحد الحاجه، ملي كيعطيك الخياط داك 5 صدفات بحال هكا اولا 6 كيحسبهم لك بدرهم، ياك؟ ملي كيعطيك 200 وحده على طول الجلابه راه ما كيحسبهمش لك بدرهم، كيحسبهم لك ب10 ريال. حيت ما يمكنش يعطيك 200 صدفه بدرهم ويعطيك فيهم 200 درهم. كون بحال هكا كلشي غنديرو لاباس، كلشي كلشي غيتبرع، كلشي غيتعلمهم غيخدمهم. باش نكون صريحه معكم انا ما نعرفش نكذب، ما انا هكا دايره، خاصني داكشي باش كنخدم هو اللي نقول لكم. وداكشي علاش دائما اخواتاتي كنقول لكم كل وحده تشوف على حساب المدينه فاش كاينه. يقدر تكون بحال مثلا طنجة ودوك المناطق الشمال، تما طالعه عندهم الخياطه وطالعه عندهم الصنعه التقليديه. يقدر تكون درهم، يقدر تكون حتى 30 ريال، تقدر. ياك فهمتوا البنات؟ انا غير كنقول لكم داكشي باش كنخدم هنا وباش غادي نخدمهم. بالنسبه لهذه اللي هزانا في يدي دابا وهذيك الفرفاره، الا بداو كيدفعوهم هنا وخدمتهم انا، هي غادي نخدمها غير بدرهم نيت. وهذيك الفرفره غادي نخدمها ب10 ريال. هي هنا راني مصايبه بحال هذيك، غير هنا ما بايناش ليا مزيان، هنا في خضر ملاكي. ايوا هذا هو خواتاتي. نتمنى نكون جاوبتكم كامل، ونتمنى الاخت اللي طلبت لي الثمن تدخل هذا الفيديو. وانتم ملي تتعلموا يلا تعلموا، غتسولوا بزاف د الخياطه ماشي غير واحد. غتسولي هذا وهذا وهذه 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 حتى تسوليهم كامل، واللي تفاهمتي معاها راه غادي تبداي تخدمي معاها. وهاد العواشر ما تكثروش عليكم البنات، حاولوا خدموا على قياسكم باش ما تضغطوا على ريوسكم، باش تخلوا الوقت فين تصلوا صلاتكم، تخلوا الوقت فين غادي تمشوا التراويح، تخلوا الوقت فين غادي تسبحوا وبزاف ديال الحاجات. وهكا تخافوا على ريوسكم، ما تحاشموش حتى مع الخياطه اللي كتخدموا معاهم. الا شديتي على قياسك ما غاديش تحاشمي مع داك الخياط، غتبقاي معاه دائما. الا شديتي اكثر من قياسك وما وجدتي له في الوقت غادي تخسري معاه، وما غاديش يعني غتخسري بلاصتك. هذا هو خواتاتي. نتمنى نكون كامله جاوبتكم. وهنا كنشارك معكم سليلو ديالي. كل واحد خير في دارو، راه كل شيء دابا كيجري مع سليلو مع الشباكيه ومع الله يسر للجميع يا ربي. المهم هنا كنوريكم حيت كل واحد كيفاش كيصايب سليلو ديالو، كل واحد بحالاش المسائل اللي كيحتاج هكا في السليلو ديالو. المهم تما راه كلشي شفتو الكاوكاو، اللوز، الجنجلان. هنا عندي هذا النافع، وكاينه ثاني القرفه، وكاينه حبه حلاوه، وهنا اللويزات محمرين حتى نقاد. تما ثاني هذا اللان والصوجه مطحونين مخلطين، مازال كامل غادي نغربل داكشي. وبالنسبه لهداك الكاوكاو واللوز والجنجلان غنديه عند العطار باش يطحنوا باش يكون معلك. تما القمح، وريتكم القمح. هنا تاني الجنجلان باش كنزوقو. تما وريتكم القمح. انا نقلي القمح هو الاول، منين كنقيه كنقليه ونطحنو بحال زنبو وكنخلط به. وغادي نخلط شويه ديال القمح هذا، وغادي نخلط شويه ديال الفورص
بالنسبه للناس اللي عندهم السكر غادي ندير لهم حقهم ديال سليلو بالعسل بحال هو هذا. وحنا اللي هذا غادي ندير سكر كلاصي. وهنا كنوريكم الخدمه ديالي فين وصلت فيها. راه علي نكملها غير ما عنديش الوقت باش نخدم فيها، بقى لي غير واحد شويه ونساليها ان شاء الله. ونجمعها حتى هي بالملاقيه. راه ساهله البنات هاد الخدمه، راه غير انا ما مساليش هاد الايام. وهنا عندي واحد القفيتين نعاود، راه بديت فيه وحليته، بديت عرفتوا البنات شي 3 المرات كنجيب الصبره ديالو ما كنلقاش هاد اللون بالضبط. جيت كامل عند مالين الصبره اللي عندنا وما لقيتش اللون ديال هاد الزرق الملكي هذا. عاد دابا راني هزيته ودرته في داك الصاك وديته معايا، وبغيت نشوف الا لقيت بحال هاد الجراره هادي في اللون ديال هذاك الزرق ملكي غادي نجيبها. ما لقيتهاش صافي غادي نولي نخدم غير بهذاك اللون. ما عرفت علاش ما لقيتش بالضبط هاد اللون هذا. هذا هو فيديو اليوم اخواتاتي، وبالسلامه عليكم. فيديو جاي ان شاء الله يا ربي.